يا صلاة النبي والحمد لله. بعد ما تعبنا من المشي واللف جالنا الغدا من نزول العيال المية. العيال عايزة تاكل. صلى على النبي يا قلبي. كلنا بسم الله ما شاء الله. شوينا البوري وعملنا كابوريا ودي شوربة جمبري وجبنا انواع السلطات اللي كانت موجودة عند الراجل كلها. فتحنا مطعم واحنا قاعدين وفتحنا بوري برضو سنجاري زي ما انت شايفة كده، ودي شوربة جمبري برضو، والجمبري هناك اهو، وسلطة طحينة وسلطة بابا غنوج وسلطة شطة ورز صيادية وسلطة بصل وكل انواع السلطات جبناها وعملناها عشان يبقى احلى خروجة مع احلى غدا مع احلى شم نسيم يا حبيبة قلبي. وكنت بودع البحر زي ما انتوا شايفيني كده، كنت اكل لقمه وابص للميه والهوا وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان الوقت حلو قوي جدا جدا جدا، وكانت الشمس قربت تغيب وانا عماله ابص للبحر ومستمتعه بيه جدا، لاني بحس براحه نفسيه جامده جدا. شوفوا عماله اشاور بايدي وعماله اقول له باي باي يا بحر، باي باي يا بحر، على اساس ان اليوم كده خلص. لا، اللي منتظر ان اليوم يخلص بسرعه كده، لا لا لا، ما احلى المفاجآت. وانكم لازم تكملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا المفاجأة اللي حصلت معايا. وانا كنت فاكره ان انا كده بودع البحر وهمشي اروح، لا لا لا، ولسه للحديث بقيه، ومش هسجله بصوتي، هسيبكم بالصوت الحي بتاعي وبتاع المفاجاه والست الكل اللي جت شرفتنا مباشره من هناك لحد بحر راس البر معايا، وكانت المفاجاه جميله. انا ما خدتش لفتين يا لهوي يا اخويا، ده استقرن واداني على قفاك. خده ومش عايز منك حاجه. انا خدت لفه ويقول لي ايه، ويقول لي خلاص هو كده نص ساعه وانا ما كملتش 10 دقايق. يعني انت كده خلاص نص ساعه؟ هو عاوز ياخد كده تاني. انا قلت له خلاص خلصنا تصوير يا لهوي. حاجه مش عايز منك حاجه. شغل الكاميرا يا حزين عليك وعلى ابوك، شغل الكاميرا مفصوله مفصوله ايه؟ اجي فصلني شغل الكاميرا. الفيلم الاجنبي ده صورينه. انت يا اختي انت نايمه على نفسك كده، انت هتنصحي بحاجه بلا هان يا اختي بلا ميجي حاسبي يا حاجه. ده انا خدت يا دوبك لسه بالبنت بوك دي. ايه يا اما؟ ايه بنت بوك دي؟ خدت يا دوبك بلس حزيني وقول لي هات 200 جنيه. ده بيستكرهني على قفايا. ده انا يا لهوي انا بشهدكم في الكومنتات يا جماعه، انا بشهدكم بيستكرهني اقسم بالله ما خدت لفتين. تعالي اتضرب معايا يا جوز. لا اتضرب كده. حلاوة راس البر وجمالها. حلاوة راس البر بالله يا ولاد. والنبي ده راس البر نورت بيكي يا ماما. حبيبة قلبي والله راس البر نورت بيكي. ام حي. قلبي يا ولاد قلبي، ما تنسوش اللايك والكومنت يا قلبي. ما تنسوش اللايك والكومنت يا قلبي علشان خاطر ماما ما تزعلش. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. اعملي لايك وكومنت كده وانت قاعده بتتفرجي معانا على راس البر وجمالها. صورت لكم بالليل وصورت لكم بالنهار. ايوه لقيته مكان موجود في العربيه. وبالليل وبالنهار مش حرماكم من اي حاجه. اعملي بقى اللايك والكومنت وقولي لي بقى ايه رايك في الفلوجات اللي احنا بنعملها دي، فلوجايه من راس البر كده ايه على غفله. وقولوا لي كل واحده فيكم قضت شم النسيم فين. لو في البيت عادي مفيش مشكله، لو بره ماشي مفيش مشكله. احنا كلنا سمك ووريته لكم في الفيديو الاولاني. تنسيش اللايك يا قمر. يعني لما يكون محمد نجيب بيجي راس البر ذات نفسه ما صوروش عشان ينزل معايا. نورت راس البر يا محمد. ولادي. الله شفتوا الصور يا ولاد؟ الله على الجمال. انا وريتكم راس البر بالنهار ودخلت السودا وريت لكم الحاجات اللي انا اشتريتها، بس المفاجاه اللي حصلت ما ينفعش انها تتساب ابدا ابدا ابدا.
وجود ست الكل انها تيجي راس البر وانا موجوده فيها دي حدث ما بيحصلش كتير اهو. هنروح نجيب بقى السمك بتاع ماما وهنروح بقى ان شاء الله بسلام. الشنطه والعيال تدلدل رجليها ويلا شد واد عائله نازله من العربيه هي وايه ما شاء الله. احنا في شم النسيم والجو لسه ساقعه والناس متغطيه بالبطاطين وتحس يا اخويا ان راس البر مليانه ناس ولا عندهم سقعه ولا عندهم مشلحين. الناس عايزه ولا تخرج غيره. يا اختي والله العظيم سبحانك يا رب. الناس ما صدقت يا اختي ان ايه ان رغم ان لسه في عيال بتمتحن اللي هم اللي في الاول اللي هم اللي في الاولى اعدادي والابتدائي انبا كل سنه وبقوا كليات واعدادي كل ده لسه. وتحس ان الناس اللي هي ما عندهاش عيال في مدارس لسه العيال صغيرين او العيال كبرت تلاقيهم مالين راس البر ومنتشرين ما شاء الله واخدين شقق. يا ولاد ما صدقت ان انا خرجت، ده انا مكبوت، كان عندي كبت يا ولاد وخرجت. ياه طلعت دماغك من الشباك يما. انا ذات نفسي كل بره الشباك بره الشباك. انا تطلعي ايدي من الشباك والنور قطع ولا ايه؟ ايوه مش هقول انا. ايوه هي دي عادي. بصوا البر بالليل رائعة من أحب البلاد إلى قلبي. تقريبا ده شارع 77. لا ايوه 77. باي باي.